انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد، ولا صوت يعلو على صوت الانتخابات، ولا صوت يعلو على صوت مصلحة النادي الأهلي العليا. أنكل أبو المعاطي يعود إلينا بانفراج جديد بوجود كابتن سيد عبد الحفيظ في قائمة الخطيب في الانتخابات القادمة. وده معناه إيه بقى يا حبايب؟ معناه إن انفراده القديم اللي هو كان لسه من فترة قريبة بأن الخطيب سيعتزل العمل الإداري، يعني كده انفراد أصبح من الماضي. هو انفراد حقيقي ولكن أصبح من الماضي. وما بين الانفراد الأول والثاني تم تسريب قائمة كابتن الخطيب كنوع من أنواع جس النبض للرأي العام الأهلاوي بشكل عام والجمعية العمومية بشكل خاص. القائمة المسربة طبعا على رأسها كابتن محمود الخطيب رئيس للنادي، كابتن الأستاذ ياسين منصور نائب لرئيس النادي، خالد مرتجي أمين صندوق، عندنا طارق قنديل، محمد الجرحي، أحمد حسام عوض، محمد الضماطي، محمد شوقي، محمد غزاوي، ومهند مجدي أعضاء، وعندنا مي عاطف وإبراهيم العمري تحت السن. ومن ضمن الأعضاء سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ كده. محمد سراج الدين خرج ودخل مكانه محمد الجرحي اللي كان تحت السن واصبح فوق السن محمد الجرحي، وابراهيم العمري دخل مكان محمد الجرحي. سام غالي خرج غير مأسوف عليه من قائمة النادي الأهلي أو قائمة مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابات القادمة، ودخل مكانه المشروع، وأنا هنا بسميه المشروع، الكابتن سيد عبد الحفيظ. وخرج الكابتن الأستاذ عمرو فاروق يعني عليه رحمة الله، ودخل مكانه رجل الأعمال ياسين منصور. سريعا هنحلل بأدق التفاصيل إن شاء الله، هنحلل القائمة المسربة إن صح التسريب. احنا حتى الآن يعني ما مش متأكدين من التسريب ده هيكون، هل كده فعلا دي القائمة النهائية ولا مجرد جس نبض، وهل هيكون فيه تعديل لآخر لحظة؟ هنشوف. لكن خلينا على القائمة المسربة الأخيرة أو اللي هي القائمة المسربة الوحيدة. وأول تحليل هنقول إن احنا بالشكل ده بالقائمة دي كده وبعودة كابتن محمود الخطيب عن قرار اعتزاله الإدارة مجلس إدارة يعني، بدأ عصر مجلس صالح سليم اللي هو إيه بقى؟ طيب إيه هو بقى مجلس صالح سليم وكان عامل إزاي؟ أولا التحليل ده لمن لم يعاصر مجلس صالح سليم والأخص في فترته الأخيرة. أما من عاصر فترة صالح سليم فهيكون عارف أنا بتكلم عن إيه مقدما. تمام كده؟ المجلس هيكون له رمز هو الكابتن محمود الخطيب، يملك ولا يحكم كما كان يفعل صالح سليم في اواخر ايامه. ربنا يدي للكابتن محمود الخطيب طول العمر يا رب. لكن احنا هو هنا التشبيه في الشكل الاداره وشكل الموجودين، مش تشبيه في حاجه اكتر من كده. ربنا يدي كابتن محمود الخطيب يا رب طول العمر. ياسين منصور هيقوم بنفس دور حسن حمدي، يحكم ولا يملك. طبعا في اراء بتقول ان دور ياسين هيكون دور مالي وتمويلي بالدرجه الاولى. طبعا الكلام ده ممكن يكون منطقي في اوقات سابقه، يعني في سنين فاتت كده كان الاهلي بيعتمد على دعم رجال الاعمال اللي زي ياسين منصور واللي زيه من محبين النادي الاهلي. كان بيعتمد على الدعم ده بشكل مباشر. لكن مع ميزانيه النادي الاهلي الحاليه بحجم الاستثمار الحالي بالفائض المعلن من الارباح، اعتقد ان اصبح النادي الاهلي يحتاج لمن يدير الاهلي ماليا مش يدعمه ماليا. ياسين منصور من الشخصيات اللي تقدر ان هو يدير هذا الكم من الاموال، رقم ملياري من 7 اصفار. رجل اعمال كبير بحجم ياسين منصور، بالاضافه يعني بحجمه كرجل اعمال بالاضافه لخبراته مع النادي الاهلي السابقه، هيكون المرشح الاكبر والاقوى للقيام بهذا الدور. التحليل الثاني هيكون يخص بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ. نجي بقى للكابتن سيد اللي هيكون دوره كروي بحت. طبعا ده لتراكم خبراته المعروفه كلاعب واداري، وبنسبه كبيره هيقوم بدور الخطيب بقى، يعني في كل ما يخص كره القدم وفريق كره القدم بجميع مراحله بقى بجميع تفاصيله. كبار صغيرين، سفريات، تعاقدات، مدربين، اي حاجه تخص النادي الاهلي في جزئيه كره القدم هيقوم بيها كابتن صالح حفيظ. واعتقد بنسبه كبيره هيكون في مجلس الاداره وشركه الكوره، يعني هو هيكون له دور كمان في شركه الكوره بالاضافه اللي هو كعضو مجلس اداره. وطبعا كان الدور ده اصلا صاحبه وكان مرسوم عليه او كان جايبينه عشان هو اللي يقوم بالدور ده كابتن حسام غالي. ولكن للاسف بعد الاحداث الاخيره المعلنه اللي هي كالحديث الاخير للكابتن حسام الغالي، البودكاست اللي طلع بيه الفتره اللي فاتت، والغير معلنه اللي احنا لسه ما نعرفهاش تفاصيلها، اصبح عنصر غير مرغوب فيه في مجلس الاداره. وللامانه جماهيريا اصبح كمان غير مرغوب فيه. هو صراحه انا واحد من الناس، يعني للامانه يعني كواحد من الجماهير، انا كنت في اسماء كده ما بقاش قابلها منهم كابتن حسام غالي، بس لله في الله والله من غير اي اسباب. ولكن بعد الاحداث الاخيره وبعد البودكاست الاخير اللي سمعته لا اصبح في اسباب، يعني انا بقيت مقتنع ان انا احساسي كان في محله. طيب اخر بقى جزء في تحليل مجلس الاداره، يعني اخر جزء ده هو جزء التضحيه. وكل كلمه هتتقال في الجزء ده
هي محض تحليل وتخمين، مش معلومه، مجرد تخمين، والله ما في اي معلومه فيها. تمام. خلينا نبدا بقى بايه، باول تخمين، اللي هو بعد الخطيب، بعد كابتن الخطيب كان العامري فاروق هيكون رئيس للنادي. ده هو اللي كان المفترض، دي معلومه يعني، ان كان بيتجهز كابتن عمري فاروق، وده اللي قاله كابتن عمرو فاروق عليه رحمه الله، ان هو المفترض انه كان يترشح على كرسي الرئاسه، ولكن وجود كابتن الخطيب هو قال ما ينفعش اكون انا رئيس والكابتن الخطيب موجود. طبعا هما الاثنين ينفعوا للامانه، عليه رحمه الله، ربنا يديله طول العمر كابتن الخطيب، الاثنين كان يصلحوا انه يكونوا رؤساء، ولكن كابتن عمري قال لك لمصلحه النادي الاهلي ان كابتن الخطيب يكون هو رئيس، وتضحيه مني للكابتن الخطيب انا هتنازل واكون النائب. فكان اللي بيتجهز بعد كابتن محمود الخطيب ان هو يمسك رئيس نادي الاهلي كان العامري فاروق، زي ما كان حسن حمدي ربنا يديله طول العمر كان جاهز الخطيب يكون رئيس بعده، كان العامري فاروق كان بيجهز يكون الرئيس بعده. وهيكون طبعا كان المفترض ان المرتجي ان يكون هو النائب بتاعه، ولكن الامور القدر لم يمهل الاول تحقيق حلمه وطموحه، وحصلت حاله الوفاه طبعا. والان كان من المفترض ان المرتجي هيكون هو طبعا مع حفظ الالقاب يعني، كان المفترض انه يكون هو النائب، ولكن واضح انه ضحى كما ضحى العمري فاروق من اجل مصلحه النادي الاهلي، وده شيء مش غريب عليه ولا على اسرته، وقرر ان هو يبقى في منصب امين الصندوق ويترك منصب نائب رئيس النادي للسيد ياسين منصور رجل الاعمال المعروف. طيب في تضحيه كمان اللي هي خروج محمد سراج لصالح محمد الجرحي، تضحيه لاحتياج النادي الاهلي لوجود سيد عبد الحفيظ. طبعا كان المفترض ان الجرحي كان تحت السن والمفروض هيتصعد، خلاص مكان حسام غالي بقى، يعني كان حسام غالي هيتصعد كعضو، ولكن ظهور سيد عبد الحفيظ واحتياج كابتن سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي لسيد عبد الحفيظ خلى ان وجود اما محمد سراج او محمد الجرحي في القائمه لاحتياج النادي الاهلي لكابتن سيد. وعلى ما يبدو وعلى حسب القائمه المسربه، ولا اعلم حقيقتها ولا اعلم اذا كان حقيقيه ولا لا، ولكن اذا صحت فكده محمد سراج ضحى بمنصبه لصالح السيد عبد الحفيظ او لصالح محمد الجرحي لضمان وجود كابتن سيد في مجلس الاداره القادم يعني ان شاء الله. وكل التضحيات دي وكل التفاصيل اللي قلتها دي غير مستغربه، يعني غير يعني منطقيه، قد تكون غير منطقيه لمن هم خارج نطاق النادي الاهلي كجماهير او اعضاء مجلس اداره او جمعيه عموميه، ده منطقي. اما خارج هذا الاطار وهذه الدايره هو غير منطقي انك تضحي بمنصب قد تستطيع ان انت تفوز بيه بسهوله. تمام، لا انا هضحي عشان خاطر ما يكونش فيه خلافات، عشان خاطر مصلحه النادي الاهلي.